بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنشوف جمعتكم مباركة بخط أربعة. هنشوف كده مع بعض. ده قلم سن حديد يا جماعة. ببدأ حفظ المولود كده، بنزل بالجيم الميم العين شبه عمودي كده، بلف مع اليمين وبعمل مسافة سنة وبصعد بقى على حرف الكاف. الصعود ده يا جماعة الشكل ده ممكن هنتصل من فوق كده او من منتصف عادي، بس الافضل انها نتصل من منتصف عشان طول الحرف ده بالشكل ده كده حرف 3 نقاط، وراح عاملين حرف ميم تحتيها بالشكل دوت اهوت، وراح نازل بميل واعمل دي الحرف ميم بالشكل ده متجه ناحية اليمين. ادي نقطة الجيم، وادي العين والتاء المربوطة، وادي إشارة الكاف. جمعتكم مباركة. حرف الميم باخد ميم برضو، هي نقطة بلف عليها، باخد الباء الصاد ألف. طبعا الألف طول الكاف في كلمة جمعتكم يا جماعة. ادي الباء. الراء يا جماعة ده تصرف، الراء هيبقى مش راء عادية، الراء اللي هي الثعبانية المجموعة كشكل الراء كده. ادي الكاف انزلها مضمتين، واخد التاء المربوطة بالشكل ده بربطها مع الراء بالشكل ده. ادي شرط الكاف، وادي التاء المربوطة مكتوبين التاء. جمعتكم مباركة كل جمعة وحضراتكم بألف خير صحة وسعادة. طبعا يا جماعة لازم ناخد بالنا من المسافات بين الحروف، المسافة بين الجيم والميم، والمسافة بين الميم والعين، والعين والتاء نفس الطريقة، والتاء والكاف نفس الطريقة. لازم أدي للحرف مساحته مظبوطة بحيث حتى المسافة بتاعت خروج الميم بالشكل ده مع الدي بتاعها بالشكل ده. ادي برضو الميم مع الباء، والباء مع الالف بالشكل ده. لا، والميل يا جماعة الميل لازم يكون الميل كل الميول تبقى على مستوى واحد او بشكل واحد في خط رقعة بالذات بالشكل دوت. حتى كانت مباركة برضو نفس الطريقة، برضو الميم اهيت، وادي الباء الف، وادي الراء بالشكل ده. إن عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت يا جماعة ندعم المحتوى المفيد وأكون فئات كبيرة جدا مفيدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.